مرحبا يا حلوين، كيفكن يا أكابر؟ إن شاء الله الكل يكون أصبح بخير يا رب وصحة وعافية. رجعت لكم بفيديو جديد مثل العادة. حبيت أنا وعم جهز قهوتي هيك صور وطلع عليكم وسلم عليكم لأني عودتكم إني أرجيكم روتيني اليومي. عندي هلأ الساعة 7:30، فبدي صحي ابني ناخد القهوة، نشرب القهوة مع هيك سندويشتين سريعات حتى وصل ابني على المدرسة وأنا أطلع على شغلي. أنا ما بدي حط مثل العادة حواضر لبن وجبنة، لا حمضيها هيك بسندويشتين جبنة صفرة ومع كلكون. كتير طيبة هي مع القهوة، هيك شي خفيف عند الصبح. بعد ما وصل ابني بدي أطلع على شغلي وبدي أخذ إذن من الشغل أطلع قبل بوقت، حتى بدي روح شوف بيت، بعتوا لي الشركة مشان روح إني شوف بيت، لأني بدي بدل عن بيتي كتير كبير وأجاره كتير غالي صار، فبدي فتش على بيت أصغر. فخليكن معي لآخر الفيديو مشان تشوفوا البيت معي إذا مناسب وخرج انتقل عليه ولا لا. وهلأ أخذت إذن وطالعة مشان نشوف البيت. خليكن معي لحتى نشوف البيت سوا من برا ومن جوا، إن شاء الله يا رب يعجبنا. هاي البناية اللي بدي أشوف البيت فيها. وهلأ صرنا جوات البيت. بصراحة البيت مو مناسب نهائيا، البيت صاير غرفة بقلب غرفة وبينفات عليهم للغرف من جوات المطبخ، يعني مو مناسب نهائيا. هلأ هو حلو كبير بس إنه الباب واحد مطرح ما بينفات على الغرف. مو بس أنا جاي أشوف البيت، كمان في ناس تانيين جايين يشوفوا. هلأ هنا شكلهم عجبهم، أما أنا لا ما عجبني. هلأ هي المطبخ، ومن ضمن المطبخ بدي فوت على الغرفة. المطبخ حلوة وكبيرة بس مو مناسب تقسيم البيت نهائيا. وهيك خلصت وشفت البيت، طبعا قلت لهم لا ما بدي اياه. هلا طالعة على البيت مشان نجهز الغداء. وهلا صرنا بالمطبخ، ومثل ما شايفين طبختنا لليوم فاصولية، وبدي اعمل جنبها رز. انا مجهزة الفاصولية ومجهزة اللحمة سالقتهم من امبارح. الفاصولية سالقتها نص سلقة، بس هلا بدي طبقهم تطبيق. ومثل ما شايفين المقادير: دبس البندورة، بصلة، سمنة، فلفل وملح. ويلا مشان نطبق الطبخة. وهلأ بدنا نقلي البصلة، وهي البصلة صارت جاهزة فرمتها ناعمة. وهلأ بدي أقلي البصلة وضل حرك فيها لحتى تشقر. وهلأ بعد ما شقرت البصلة بدنا نضيف الفاصوليا. طبعا أنا سالقة الفاصوليا نص سلقة، هلأ بديها تغلي مع مرقة اللحمة عشان تستوي أكثر. وهلأ بنضيف مرقة اللحمة. وهيك صارت عم تغلي، يعني تقريبا جاهزة. هلأ بنضيف دبس البندورة ومنقلبها خليها تتعقد شوي. هلا بدنا نظبط لها ملحها والفلفل تبعتها. وهلا بعد ما اقلبها وخلص بدي اضيف اللحمه كمان مشان تاخذ من طعمه الدبس البندوره وتتقلب مع بعض وتغلي يعني مع بعض. وهلا كمان بغطيها وبتركها تغلي يعني 10 دقايق مو اكتر، لانه هي مستويه. شايفين ريحتها بتغوي بالقلب. وهيك صارت جاهزة لنشوف الرز هلأ بعد ما استوت الفاصولية.
شايفين راحت نيفها. وهي الرزات صاروا جاهزين ويلا على السكر. وهي نتيجة طبختنا لليوم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسوني مثل العادة بالضغط على زر الجرس والإعجاب بالصفحة لحتى يصلكم كل جديد. باي باي.